السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي راكم الشيرات؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم مقادير مضبوطه تاع 35 حبه تومه. كما راكم تشوفوا هذه التومه بالكاوكاو، يعني تجي بنينه، تجي خفيفه مع حشو، يعني غادي بدلت على العادي، ما غاديش نديرو جينواز. كما راكم تشوفوا انا طحنت كميه كبيره، يعني عندي التومه وعندي الصبار، وغادي ندير ثاني ان شاء الله الفاكهه. كل كيلو كاوكاو بودر مقابلها ساشيه تاع سكر ناعم. انا الكاوكاو شريته مطحون، يعني كيلو مطحون، زدت له ساشيه تاع 700 غرام سكر، عاود طحنتهم مع بعض وغربلتهم باش تحصلت على هذه البودر باش تجيك التومه تاعك ليس وشابه. هنا قبضت 900 غرام تاع كاوكاو، يعني كنت مخلطاتها ديجا السكر والكاوكاو، زدت لها مغرف جلوكوز ومغرف تاع الدهان، ولمتهم بالماء المعدني، يعني شرط اساسي ماء معدني ماشي من حنفيه. هنا غادي نلمدوها، يعني ما تطريش العجينه بزاف وما تيبسيهاش بزاف. كما راكم تشوفوا تجي شابه تلمع ليس، يعني هذه غير بالكاوكاو ماشي باللوز. غادي نديروها كرات 30 غرام. وبالنسبه للحشو، انا الحشو خرجت على العادي، ما رانيش باغي ندير جينواز كما العاده، غادي نخدمه بالبنيون، يعني البنيون يجي بنين بزاف. انا هنا كانت عندي كميه كبيره، بصح نتوما يعني تستحقوا 900 غرام في الحشو و 900 غرام في العجينه. انا هنايا دوبت الدهان ودوزت معاه شوكولاته ختيني 2 علب، وهنا كان عندي بودر تاع الكاطو مع الكاوكاو محمصين مطحون، يعني الكاوكاو محمص مطحون والكاطو طحنتها معاه. اللي عنده كاطو يعني مفتت يديره، اللي تنجم تستخدم اي حلوه اي كاطو تبغيه، تستعمل بيمو ولا اي واحد. هنايا كما راكم تشوفوا هو الحشو تاعنا، درته كريتين 30 غرام ودرته في المجمد. هنا نستعينوا يعني بالدهان باش نخدموا الحبات تاعنا. نديروا شويه دهان في يدينا ونقبضوا العجينه ونبداو نحلو فيها. شوفوا الشيرات، العجينه كي تكون مطحونه غايه ومصفيه يعني تجي بنينه، يعني تجي ليس وتجي تاني بنينه بزاف، يعني ما يقعدلكش في فمك الكوته. غادي هكا نكوروها، يعني شرط اساسي يكون الحشو جامد باش يعاونك. يعني نبداو نجبدو بالخمس كريات. غادي ندير الكريات تاعنا ونديرو هنايا ناكخي كما راكم تشوفوا، يعني العجينه كي تكون مخدومه غايه شوفوا كي تجي الشيرات. وغادي نبداو نحدو يعني بموس ولا باي حاجه عندكم، واستعينوا بحاجه تاع بلاستيك كما راكم تشوفوا. انا هذه عندي تاع اللاير كيك باش تعطيك فصوص نيشان، يعني تحدد لك الفصوص تاعك. واللي بغي يديرها غير بالكوبات يدير، تبغيها طروالي يعني حدي كما راكم تشوفوا. انا الورد كنت خادماته قبل، غادي ان شاء الله في الفيديو القادم نوريكم كيف تخدموا الورد. هكا نقعدوا نحدو ونعاودوا ونزيدوا لها شويه تاني ناكري كي نكملوا. هذه الحبه الثانيه. شوفوا الشيلات، يعني تبعوا غير الطريقه اللي في الفيديو، غادي ان شاء الله تنجح معكم، يعني غير بالكاوكاو وتجيكم بنينه. انا الكاوكاو ما كنتش خبرتكم من هذه المعلومه، انا كي طحنت الكاوكاو والسكر الناعم درت له كميه كبيره تاع اللافاني، يعني باش راحت لي هذيك الكميه الريحه تاع الكاوكاو. وكي بديت نعجن فيه ودرت له الماء والجلوكوز والدهان، درت عطر اللوز، يعني عطاني بنه ما شاء الله. يعني درت لها بون كونتيتي، يعني في 3 كيلو كاوكاو و3 تاع الساشيه تاع السكر الناعم، درت واحد 8 مغارف كبار تاع انا لافاني نشري، يعني نشري بالبيدو نكتر. نتوما ديروا على حساب الكوت تاعكم. وكي بديت نعجن درت شويه تاع العطر تاع اللوز، ولا تنجموا تشرو عطر الجوز، يعني كيما تبغوا تبدل لكم النكهه. نكملوا الحبه تاعنا كاع كيما راهم. شوفوا الشيرات كي تجي الحبه محدده، وغادي نزيدوا شويه تاع الناكري يعني باش تبان الحبه تاعنا. انا باش لصقت الورد درت كول انيمونتير، يعني تشروها، ولصقت الورد تاعي. شوفوا الشيرات الحبه تاعنا كي جاو شابين ما شاء الله، يعني صدقوني تبعوا غير الخطوات، غادي ان شاء الله حتى لو كنتي اول مره ديريها غادي تنجح معاك. ها هو الثومه تاعي
شوفوا الشيرات كي جاتني، درت لها الورد موف كلير، يعني عطاها شكل جمالي. يعني درت الثومه ودرت الكعكات، كانت هديه طلبيه تاع حنا، قلت نشاركها معكم. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. الشيرات ما تنسونيش بالبارطاج والابوني. مع السلامه، ونلتقي في وصفه قادمه ان شاء الله.